زمان يعني من خلال متابعتي للكرة السعودية زمان أتكلم وأنا صغير، يعني بدايات متابعاتي كنت دائما أشوف المنتخب السعودي في الوديات يكون منتخب ضعيف، منتخب يخسر مباريات كثيرة، يتعرض لنتائج غير جيدة. وكانت هذه نقطة تفاؤل عند السعوديين، يقول لك لما تكون النتائج سلبية في المباريات الودية بعد ذلك المنتخب يحقق إنجاز. هذه مقدمة عن المنتخب السعودي والمباريتين الوديتين اللي لعبهم. طبعا أغلب الشارع الرياضي للأسف في السعودية فيه نبرة التعصب وهناك من يغذيها. يعني اليوم بيقول لك مثلا نحن خسرنا من كوريا والعويس كان رجل المباراة، لكن لأن لعيبة الهلال لعبوا 9 فهذا منتخب الهلال. ويرجعوا لك على المباراة الماضية أمام كوستاريكا يقول لك نواف العقيدي المنتخب منتخب، الأكفأ يلعب حسب وجهة نظر مدرب. طبعا ماشيين في فترة بداياتها الآن مع كرة القدم السعودية، وفترة يعني خلونا نقول التعرف على كرة القدم السعودية، لم يسبق له أن شاهد ولم يسبق له أن تابع، فهو يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مباريات ودية. هذا بالنسبة لروبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي. لكن لما اليوم تشوف التفوق الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، لولا العويس كان ممكن المباراة تذهب بنتيجة أكبر، لكن العويس طبعا منع أهداف 3 إلى 4 أهداف محققة. الدفاع يعيش مرحلة تضرب في أي تمريرة، دفاع المنتخب السعودي الأظهرة فيها مشكلة، في بطء في منتصف الملعب وما في عمق هجومي، فأنت راح تعتمد على منو؟ على عبد الرحمن غريب في جهة وسالم الدوسري في جهة، وأحد القادمين من الخلف مثل كنو وغيره يعملوا لك الفارق. هل بإمكان المنتخب السعودي يعني أن تتعزز صفوفه بشكل أفضل؟ هذه من إفرازات الدوري، كيف بيكون دوري وإفرازاته للاعب السعودي. وهنا يدخل حيز تفكير المشجع السعودي، يقول لك اللعيبة السعوديين الآن في وجود 8 أجانب، هل ممكن ندفع ضريبتها؟ فأنت بتسمع نغمتين الفترة الجاية لا ثالث لهما. إذا نجح المنتخب السعودي بيقول لك من قوة الدوري السعودي، وإذا فشل المنتخب السعودي بيقول لك لأن هناك عدد كبير من الأجانب وهذا أثر على اللاعب السعودي. والآراء راح تتقلب بين هذا وذاك. أنا أرى أن المنتخب السعودي لا زال يملك شخصيته ولعيبة الخبرة اللي عنده اللي موجودين. اليوم لما تتكلم على بليهي وعلى عويس وعلى ياسر الشهراني وسالم الدوسري وكنو وفراس بريكان يعني في مجموعة من اللعيبة، غريب كذلك، يعني خلينا نقول يملك شخصية. واللاعب السعودي لما يدخل في معترك آسيوي تكون له بصمته ويكون له حضوره وثقته بنفسه، فبالتالي أنا أتوقع أن يتحسن حال المنتخب السعودي في الفترات القادمة، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات. بصراحة يعني التطرف في الآراء مشكلة، وأنت تتكلم على منتخب كبير مثل المنتخب السعودي على الأقل في قارته، إنجازاته وبطولاته ووصوله لكأس العالم، وأيضا رغبة المشجع السعودي دائما بالمزيد والمزيد من الإنجازات. كلنا يعلم أن المنتخب أو المنتخبات السعودية على مستوى الفئات السنية كلها حققت إنجازات في الفترات الماضية، واليوم المنتخب الأولمبي أيضا تأهل. وأيضا هذا رافد مهم جدا في عملية التصعيد، عملية الإحلال والتصعيد. هذه تحتاج إلى قرار جريء من المدرب، لأن أنت عندك مواهب كبيرة بالمنتخب الناشئين، منتخب الشباب، المنتخب الأولمبي، عندك أسماء ولاعيبة أصحاب تأثير كبير جدا. متى يتخذ المدرب القرار؟ هذه أهم مسألة بتكون في تجديد المنتخب السعودي. وأنا أختم أقول يعني استغربت من البعض اللي يقول لك المنتخب السعودي إلى الهاوية بسبب مباراتين وديتين، وبسبب أن في مدرب جديد. إلى الهاوية؟ أساسا المنتخب السعودي كشكل في أرضية الملعب ما كان سيء، وتعرف في فارق كبير بين المباريات الودية والمباريات الرسمية. وقلت لكم في المقدمة أن تعودنا أن السعودية في المباريات الودية لا تؤدي، لكن المنتخب السعودي إلى الهاوية يعني كلمة كبيرة جدا. كامل التوفيق إن شاء الله لكل منتخباتنا، ونشوفهم إن شاء الله في أفضل حال.